السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير بالصحيحه وهنا الوقت يا ربي يا ربي. خوتي ما عمري درت معكم بيتزا كبيره، ديما كندير بيتزا صغيره اكثر يا في رمضان. اليوم جيت نشارك معكم بيتزا كبيره العائله ولا العشيوه ولا الغديوه، المهم بنادم ياكل حتى يشبع. الصغيره كتشد شويه الوقت وفي نفس الوقت ما كتقنعش. الله يعطينا القناعة يا ربي. صافي وبدلت نفس نيت العجينة اللي كنشارك معكم ديال ديما، بدلتها وجات هاد العجينة غزالة تبارك الله. نتمنىكم تجربوها. المهم ندوز معكم اخوتي المقادير. درت معلقة ونص ديال سنيدة، خلاص طحين فورس العادي على حسب الخليط. كما قلت لكم درت فورس عادي على حسب الخليط. درت معلقة ونص السنيدة، درت شوية الملحة السودانية، شوية البزار، درت الزعتر. هادشي اللي درت اخوتي كما والخميرة. وكما كتشوفوا الماء دافي، غادي نعجنها ونخليها خفيفة جارية، وغادي ندير لها شوية ديال الزبدة نعجنها بها عاود ونخليها تخمر. هادي انا ما عمري درتها معاكم، وقلت علاش لا طلبوها ليا خويا وبنتي، قلت علاش ما نديرهاش ونشاركها معاكم. هادشي اللي كاين. وهاد البيتزا كبيره كانت تديرها لنا الوالده الله يرحمها. انا فاش ندير هادوك الصغيورين هكا كيجيو في رمضان باش تاكلوا هي داكشي بمناسبته، يعني كل واحد ياكل على قد قياسه. ممكن ما كتشوفوا هنا العجينه راها خفيفه جاريه. وغادي ندير لها 2 معالق ديال الزبده بالماء عامرينش. صافي غادي ندخل فيها ديك الزبده مزيان. صافي من موراها غادي نخليها تخمر، وغادي ندوز معاكم ان شاء الله الحشوه اللي غادي نعمر. غادي ندير وحده ديال الكفته ووحده ديال الطون. هادشي اللي غادي ندير اخوتي، وغنديرهم كبيبرين وغيجيو ان شاء الله. تقولوا لي في التعاليق كيف جاكم وزوينه ولا باط اولا العجينه ديال البيتزا رطيبه وزويونه. ممكن ما قلت لكم غادي نخليها بيد ما سالي وغادي نرجع معاكم. صافي هنا خوت كما كتشوفوا ورقه سيدنا موسى غسلتهم من الغبره راكم عارفين. المطيشه كانت عندي مطحونه وطايبه في الثلاجه ما فيها حتى شي حاجه. غادي ندير لها حتى هي عطيريه ديالها، وغادي نزيد شويه الماء بيد ما تطلق ونخليها تهبط على خاطرها. ومن موراها غادي نشحرها حتى تنشف من الماء، تبقى هذيك الزويته ومطيشه. ممكن ما شفتوا هنا درت شويه البزار، وغادي ندير شويه الشاونيه وشويه السودانيه ومليحه. صافي هادشي اللي غندير اخوتي. ما ندير لا تومه لا هادي لا هادي. صافي ورقه سيدنا موسى وشويه الزعتر ونخليها تشحر. عندي عاوتاني الكفته، وما نحرق لكمش لقطه بلقطه باش ما تمشيو معايا مركزين. مهم قلت لكم راه اش غادي نقول لكم، راه جات غزاله ما شاء الله. وما كرهتكمش كي كنتو معايا الصراحه الله والله القاسم. كما كتشوفوا الكفته حيت حنا عنفرتوها انا حتى درتها وطيبتها ونسيت ما درتهاش في الميكرون. المهم ما علينا. صافي رديت الكفته طيب، رديت لاصوص حتى هي تقلى. غادي نقطع الفليفله وغادي نديرها في الطبيصلات ونرجع مع خوتي. ممكن ما كتشوفوا هاد ليا الكميه اللي درت ساعه راه ما كفاتنيش، وغادي نزيد وخلاص مع البصيله. انا كنت ناسيها حتى بديت وكنقول شي حاجه ناقصه شنو هي. عاد ما كانت معايا جارتي قلت لها عتقيني بالبصله راني نسيتها. قلت لها كتشوفيني انا خدامه وما تقولي ليش البصله، وانا خصني نديرها في قزديره كبيره ونديها للفران. بقيت مركزه غير مع الوقت تاع الفران، وانا درتها هذه في العشيه على حساب العشاء. ممكن ما شفتوا هنا ما عرفت شنو بغيت ندير.
بالعوض باش نقسمها وقيلة على 4، قسمتها على 2. ما عرفت شنو بغيت نصنع في هاد اللقطة هادي، قلت والله ما نقطعها، نخليها تشوفوني شنو تندير، شنو باغا نصنع ما نعرف. واش مشات عقليتي بلا غادي نطلقها على حساب بلا غادي نديرها صغيورين، ولا ما عرفتش شنو غيوقع لهم. موراها غادي نجمع العجينه وغادي نكور 2 عاوتاني، وغادي نحيد من وحده نقص منها نخلي لجارتي ووليداتها. المهم ما عرفت شنو بغيت نصنع في ملك الله، والله ما عرفت شنو بغيت نصنع. المهم خليت انا الفيديو على طبيعته كما هو، تشوفوه شنو تندير. ايوا خوتي راني مرونه واحد تروينه، راني غادي نصورها معاكم تشوفوا فين راني غارقه. ان شاء الله غادي نخمل ديك الصاله ديالي، وغادي نخمل ديك الدخيله اللي هي تولي بيت خويا، غادي نصايبو ليه ان شاء الله. وقولوا لي كي عايشيكم، ونوريكم شنو كانت هازه لي ديك الدخيله الصراحه الله. ولكن دابا نص الحاجه غادي نفرط فيها، غادي نحيدها. علاش؟ باش نديرلو البيس ديالو فين يلقى يجلس، فهمت؟ المهم دابا حنا هذا ماشي موضوعنا، ونكملو. ممكن ما شفتوا اخوتي هذيك البيتزا راني قطعت منها بالفعل العجينه اللي خديت لجارتي ودرتها على شكل دائري. فجيت باش نعاود نقرصها في القصديره، شوفوا ما فهمتش انا علاش بحال جات تما وتقطعات. مهم ما علينا خوتي، ماشي مشكل، حنا بعضياتنا، نتوما راكم الحباب ماشي شي حد براني. صافي خليتها هكاك، ما ندورها ما حتى شي حاجه. علاش؟ صافي عادي، كيوقع الاغلاط. ممكن ما شفتوا هنا صافي عمدا ندهن مطيشه هي الاولى، وراكم عارفين داكشي ديال التعميره ديال البيتزا، ما نقول لكم شيء. صافي غادي نبدا بديال الكفته هي الاولى، غادي نعمرها، موراها غادي ندير ديال الطون صافي، وغادي ندير فليفله وداكشي. المهم ما نقول لكمش داكشي لذيذ، والله يا اختي لا لذيذ اخوتي، ما نقول لكم شيء. وهاد العجينه راه سبحان الله العظيم الا غزاله صدقت، ما فيهاش كاع المقادير بزاف، ما فيها لا حليب ما فيها حتى شي حاجه، وجات رطبه ومحمره، وما نقول لكم شي تجبد حتى هي. راه ما قطعتهاش معكم في الاخر هاد الفيديو دابا تشوفوا، يعني وريتكم غير الشكل النهائي، لحقاش كان خويا باقي ما جاش من الخدمه باش نتعشاو بها. صافي من بعد ما جبتها من الفران صورتها لكم وصافي. المهم كما قلت لكم اخوتي، هنا كتشوفوا كنستف الفلفله، صافي غنضرب الفقد غنلقى ما كافيانيش، غنقول لجارتي زيديني الفلفله، عاد تزيدني الفلفله ونكمل. ممكن ما شفتو درت الفلفله ديك ماشي نقول لك الحمراء، زعما راه مشيت تقديت الحمراء، ما تقديتش اخوتي. يعني دوك الحبات كانوا عندي في الثلاجه، ما صلحت ليش باش نقردها وداكشي، كنبغي شي حاجه شويه طريه. عندي في الفريغو مقطعه، ولكن خصني ضروري نشحرها لحقاش جامده، ولا جيت ودرتها هكاك مباشره تفزق ليا العجينه. اللهم خليتها هادي، وهادي ما كانت عندي في الثلاجه كانت خضره، بقات في الثلاجه حتى ولات غدا ديك الصفوريه والحموريه هكاك. قلت مزيانه، علاش ما نديروهاش. انا ضروري واخا كندير فلفله في الفريكو كنخلي شي فلفلات عاوتاني على حساب هكا القلي ولا هكا بيتزا ولا المهم تعمير نعمروها بالروز. ضروري اما جينا نديرو كلشي في الفريكو راه ما نلقاوش كاع شي حاجه طريه نخدمو بها. ممكن ما كتشوفوا درت لجارتي هذيك في داك الطبيصيل، وخلاص انايا راه كما كتشوفوا هادو جوج باش نتعشاو. هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى الفيديو عجبكم، ونتمنى هاد البيتزا تجيكم خفيفه ظريفه وما تكونش ثقيله على قلوبكم. يا ربي يا ربي ودعي معايا بالتيسير يا ربي.
بغيت انا شي نهار نفيق نلقى قناتي مفعلة يا ربي، وساليت السوايع ديالي، وتانا بحالي بحال الناس، تانا نشد واحد الصالير واخا غير قليل. والله خوتي ما طامعة فشي حاجة كتير، ولو يكون غير قليل، غير باش نكون براسي وبنتي اللي خاصني هكا شي حاجة للدار شهوتي فيها نشريها انا. كيقول بنادم راه مستور الحمد لله، ولكن ماشي بحال كتكون فلوسك عندك وكتكون يعني ضاربة عليها تمارة وجايباها بعرق كتافك وشي حاجة اخرى. والله ممكن ما كتشوف اخوتي انا درت الفرماج صافي، وحتى الفرماج جاني قليل ومن الفرا كاع كنغطيها، ولكن شويه بنادم تيكون مأزم ما عندنا ما نديرو، حقاش طلبوها ليا ما نقدرش نحيد لهم. عرفتي فوقاش هما تيقولوا لي ديريها لنا ديريها لنا، وانا كل خطره تنقول لهم ان شاء الله ان شاء الله. هو نهار اللي يكتب راه كيكتب. ممكن ما شفتو صافي هنا من بعد ما وجدات غادي نديها للفران، ومن بعد غادي نوريها لكم من بعد ما طابت. طابت اخوتي غزاله الصراحه الله، جات زوينه ما نقول لكمش الله القاسم. هنا خوتي كما كتشوفوا هنا ما علي قليل حتى لا في الطبسيل لا والو، ما عدا لا قطعتها كما شفتوا هنايا، حطيتها مباشره فوق الطبله، ضربت لها واحد المسحه وشديتها بهاد المطرح ديال الفران، نزلتها فوق الطبله بارده. هنايا راه بارده، شوفوا كي دايره كتجبد معاك كيف ما بغيتي. هانتوما راه ماشي قاصحه، راه رطبه بالنسبه اللي ما عنده السنينات على قد الحال. هذه يا عشيبت ولا غديبت الصراحه الله، رطبه من داكش. المهم هذه هي البيتزا اللي شاركت معكم، نتمنى تعجبكم وشكرا لكم. تسناوني في فيديو قادم ان شاء الله.